أهلا بيكم، معاكم نشوى علي في أولى حلقات برنامج بالعكس على راديو حكاية. البرنامج اللي فيه بنقلب الكراسي وبنبدل الأماكن وبنعيش دور غيرنا علشان نكتشف حاجات كتير مش فاهمينها، يمكن نفهمها ويمكن نتفهم أكتر. قبل حلقتنا نزلنا لكم على صفحتنا على الفيسبوك سؤال: لو قعدت مكان والدتك يوم واحد تفتكر هتعرف تتحمل اللي هي تحملته؟ والإجابات كانت نارية. ناس قالت سهلة قوي، وناس قالت ده أنا بنام من قبل ما أبدأ، وناس بقى كتبت أنا جربت يوم واحد ومشيت على الحيط وده من أول ساعة. وفعلا هو ده موضوعنا، لما الابن يبقى مكان الأم والعكس صحيح. تخيل نفسك تصحى الصبح تجري على المطبخ، تشغل الكتل، تحضر السندوتشات وتنده قومي الساعة 7، قومي ذاكري. لكن المرة دي اللي هترد مامتك، هتقولك بصوت ناعم 5 دقايق، دماغي مصدعة مش قادرة أقوم. لا، والرد الأصعب مش قادرة أذاكر دلوقتي. هنا أهلا بيك في أول تحدي من بالعكس. أنت بقيت الأم، لازم تتابع، لازم تشجع وتزن وتتغلب على الهروب والكسل والتوتر. وما تنساش طبعا انك هتطبخ وهتنظف وتفضل صاحي لآخر ساعة في اليوم. وفي اللحظة دي هتلاقي نفسك بتقول نفس الكلام اللي كانت مامتك بتقول زمان بنفس النبرة. هتذاكر امتى؟ قبل الامتحان ب10 دقايق. فجأة هتحس قد ايه الام مش بس بتذاكر لك، لا دي بتحاول تخليك انسان منظم، بتشيل توترك عن كتفها وبتقاوم الاستسلام معاك الى النهاية. بتنام وهي حاسة بالذنب انك لسه مش مذاكر كفاية. وفي اخر اليوم لما مامتك بتقولك انا مش عارفة اقعد على المكتب واذاكر، بس لما حطيتني مكانك فهمت انت بتحس بايه. وانت بتقول لمامتك انا كمان فهمت انتي كنتي بتتعبي قد ايه علشاننا. ساعتها بس تكون كسبت حاجة، فهم جديد، نظرة اعمق، خطوة اقرب لبعضينا. في برنامج بالعكس مش بس بنقلب الادوار، لا احنا بنرجع نفكر ونقول لنفسنا قبل ما نحكم لازم نجرب. وبكده بنكون وصلنا لختام حلقتنا. وخلي دايما عينكم على الصورة التانية، الصورة اللي بالعكس. استنونا في حلقة جديدة. وسؤالنا ليكم: لو كنت مدير في شغلك بس يوم واحد هتتعامل ازاي مع موظفينك زي ما مديرك بيتعامل معاك، ولا هتغير حاجة؟ ابعتوا لنا اجاباتكم وتعليقاتكم على صفحات البرنامج. وعكس جديد من برنامجكم بالعكس.